طريقة أن دائما بعد الدقيقة 70 انهار فريق الليبي، لأن دائما اللياقة البدنية مهمة في مثل هذه المباريات. لعب مباراة ويفتقد للتنافسية المباريات. وأظن أن شفنا تقريبا آخر 20 دقيقة سيطرة للمنتخب المغربي، ما كان هناك مساحات كثيرة وراء المدافعين واستغلت بشكل جيد من طرف اللاعبين. نعم. سجلوا هدفين آخرين وتمكنوا من تسجيل 4 أهداف. شيء جيد أنه كذلك أعطى فرصة للاعبين آخرين. نعم. لاعبين كنت سأسألك هذا السؤال. ربما المدرب فاخر قام بإقحام مجموعة من اللاعبين الناجم حسني، يعني اللاعبين اللي دخلوا الشوط الثاني هم الذين سجلوا الأهداف. نعم. هذا يعطيك عن رشيد حسني لاعب الوداد ومحمد نجام سجل الهدف. وناجم صحيح. وناجم نعم. يعني سجل هدف، وهذا شيء مهم، يعني فرصة لهؤلاء اللاعبين لكي يأخذوا تجربة، يأخذوا خبرة. وتبقى كذلك مباراة تونس، تبقى مباراة الآن أصبحت مباراة خلينا نقول أنا ودية في محاولة. ربما هي ستكون محاولة بالنسبة للمنتخبين لكسب خبرة وتجربة أكثر لهؤلاء اللاعبين. ذكر المنتخب المغربي بالخصوص ربما يعاني من غياب الخديوي وعبد الله حفيظي، قد يلجأ لهم المدرب ربما في فترة في النهائيات الآن. صحيح، وهي كانت فرصة للمدرب غياب هذين اللاعبين. صحيح أنهم لاعبين عندهم إمكانيات، لكن في نفس الوقت برز لاعبون آخرون كأوناجم، كحسني الذي دخل، كلاعب الغضروف، كلهم لاعبين يعني قدموا مستوى جيد. وأظن كما قلت فوز مهم، فوز جيد في الظرف ربما كنا نحتاج إلى تسجيل أهداف. 4 أهداف بطريقة جيدة سجلت عن طريق كذلك بعض الأخطاء، عن طريق مرتدات واستغلال المساحات، أهم شيء في ظهر المدافعين. نعم. طارق، ربما الآن المنتخب الليبي أيضا لم يكن محظوظ حتى على مستوى الرزنامة صراحة، بما أنه بدأ في اللعب أولا ثم بعد ذلك يمكن قولا أن المنتخب